القسم الاول، القسم الثاني، الثالث، صافي هو كيجي كيشد التليفون، كيبقى يلعب، كيبقى يرسم، كيبقى يدير افلام بالانجليزيه. كان عنده صحابو كيهضر معاهم برا بالانجليزيه، ولكن الرابع ما بقاش كيشد والو، ما بقاش كيبغي يكتب في المدرسه، ما بقى والو. كنقول له علاش؟ كيقول لي ماما ما كنفهمش. كنحاول معاه نشد ليه الستيلو، كنحاول معاه، كيقول لي ماما ما كنفهمش، لاني انا ماما ما كنفهمش، ما كنفهمهمش اش كيقولوا. ما بقيتش كنفهم العربيه والفرنسي اصلا. دابا ما كيفهمش يقرا وما كيكتبش، ما كيكتبش العربيه وما كيقراهاش بجوج بهم. يهضر معاك بحال هكا بهاد الهضره ديالنا، يفهم، كيجاوبك، ولكن يجاوبك على حد السؤال، ما يطولش معاك، ما يتعمقش. ولكن بالانجليزيه الا كنتي كتهضر بالانجليزيه وعارف، يدخل معاك في تفاصيل كثيره. لا تزاد في المغرب، زاد هنا النيت في الدار في كازا النيت. لا ما عندوش اصدقاء، هو اصدقاء الصحاب ديالو كانوا عنده في التليفون، كان كيتواصل معاهم. كانوا في دول، ما عرفتش بالضبط، من بزاف الدول كان عنده، كان كيتواصل معاهم صحاب. الانجليزيه دابا شي 5 سنين ولا 7 سنين باش كيهضر بها، ماشي عاد شي 7 سنين باش كيهضر بها. ولكن كنقول انا عادي، غا لغه يعني مزيان يكون حافظها. ولكن 3 سنين الاخرى بديت كنكتشف بانه عايش في هذاك العالم ديال هذوك الناس. وملي ديتو للجمعيات وديتو للجمعيه، الطبيبه قالت لي اختي الولد شخص، بقى جلست معاه بزاف وهضرت معاه، قالت لي هذا الولد عايش هنا، راه الكنازه هنا، ولكن العقل ديالو ليه عنده ديك العقليه ديال هذوك الناس، يعني ما عارفش بزاف د الحوايج، وعايش فهمتي بحال دابا الا سولتي على شي حاجه ديال تما يقولها لك. اما هنا بالمغرب، هنا لا، التليفون نتعمق فيه بزاف. عايش كيشد الفيديو تيك توك، كيشد افلام ديال الامريكان، كيشد افلام ديال الانجليز، بقى كيتفرج في داك الشيء. هو اللي خلاه يتعمق مع دوك الناس، عايش ديك الحياه ديالهم، داك الشيء اللي كيتعاملوا به هو اللي كيتعامل به. بحال مثلا مشيتي للسبيطار، ما دوزش شي وحده قدامه، خص النوبه ديالو هي تكون. الا دار شي واحد يقول لك، قال لي داك النهار، قال لي ماما هذا يتعاقب وغرامه ماليه في امريكا. يعني فهمتي، يعني عارف بزاف د الحوايج تما. الشيبسيه الاخرى الا شراها كيقول لك ماما هاد الشيبسه منين جايه ومنين بعت معاه. لا الاطباء وكلشي خصو يمشيو معاه باللغه اللي عايش فيها هو، بالحياه، بالعقليه اللي عايش فيها هو. My name is Zuhair and I was born in Morocco. Yeah, I do want to go to schools, but not a Moroccan school. I want to go to an American school instead of a Moroccan one. I don't really understand it a lot, but for some reasons I can't write it at all in the recent days. I can't even read it too. I would like to have some help to let me get to America and then get in a school there. I would be really glad. I want to go to America and stay there for the rest of my life because America is just way better than Morocco. I'm not sure, but hopefully. I want to hopefully go to America and then study the prehistoric extinct creatures that once lived there. Thank you very much for trying to help me. I'm really grateful that you tried to help me.